كنت بنضف التكييف عشان خلاص الصيف على الابواب. فجأة جالي تليفون بنت خالة عمة مرات خالة ابويا جايه من السفر على سهو، جايه من المكسيكو على مصر على طبعا طول. انتوا عارفين ان انا من اسكندريه وهي جايه من القاهره. لقيت بقى خلوده قال لي ماما انا عندي الحل، وطبعا لبسنا في فيستولا ثانيه وطلبنا اندرايف، وهو الوحيد اللي بنلجأ له في المواقف اللي زي دي. الحلو في الموضوع ان انا بطلب رحلتي بدون اي حجز مسبق، وزي ما انتم ما شفتوا كده هروح القاهره دلوقتي واندرايف موجود في كل المحافظات. طبعا بيجي لك كذا اوبشن وانت بتختار السعر المناسب ليك، وطبعا العربيه وكل حاجه. طبعا طلبنا رحلتنا من اسكندريه للقاهره، والحلو برده في الموضوع ان من الباب للباب العربيه هتجيلك لحد باب بيتك وتوديكي اي مكان انت عايزاه. ومن الاخر ده اكتر حاجه امان وموفر وسريع، وهيشرفني قدام بنت خاله عمه مرات خاله ابويا. شياكه في العربيات واندرايف يعني الامان، لان انتوا بتلاقوه في كل مكان حواليك. وما تنسوش ان انتوا تقدروا تحجزوا رحلتكم في اي وقت. عايزه بقى اقول لكم ان بجد العربيه كانت مريحه وما حسيتش بالطريق، وهنا كنت باخد سيلفي الانبساط. واخيرا وصلنا المطار وبجد شكرا اندرايف. وحشتوني 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 وحشتوني. طبعا باين عليا التعب. هعمل لهم العشاء دلوقتي عشان يتعشوا. هو اخد حقنه الصبح وانا خدت حقنه بالليل، بس بتاعتي ما كانتش بتوجع قوي. هو خالد اتسحب منه دم عشان الكشف الطبي. هو اخد حقنه الصبح وانا خدت حقنه بالليل، بس بتاعتي ما كانتش بتوجع قوي. هو خالد اتسحب منه دم عشان الكشف الطبي عشان السباحه والكوره. هو اللي اتسحب مني دم. ايوه اتسحب منك دم. اتسحب منها دم. ايوه احط لك دي فين؟ هنا سيبها تفك في اي بوله كده، طلعها حطها جوه اي. اتشكشكت شكشكه انتوا مش متخيلين. ما عرفتش انام امبارح طول الليل من جنبي كان هيموتني، لا عارفه اتقلب يمين ولا عارفه اتقلب شمال. رحت الحمد لله النهارده كشفت، الحمد لله اللهم لك الحمد. الدكتور كتب لي على ابره وكتب لي على برشام، وقال لي يعني ان شاء الله حاجه خفيفه كده بسيطه. طبعا من ساعه ما الفيشه ما باظت وانا بستخدم المشترك اللزوز معانا ده. خلي دبل على ريقك شويه. هنعمل لهم ستريبس وهنعمل لهم بطاطس. بكره هم عايزين يتغدوا كبسه. ايه قلت لهم اعمل لكم ملوخيه ولا كبسه؟ خدي يا خالد شيلها مكانها. ده انت عارفه اني في الحته دي عارفه اني حته بتوجع. ايه دي بصي، عارفه اني اكتر حاجه بتوجع. ايه عارفه ان هي حاجه او حاجه كده اللي هي بتبقى لازقه وسط الابره. انت بتعمل ايه؟ مش انت بتقولي البتاعه فيها يا حبيبي بيرميها في الزباله. انت اللي قلتي. يا لا انا قلت لك شيلها مكانها. عارفه اللي هي لازقه وابره واللي هي كنبه. ديت اكتر. انا كانوا حاطوها لي في مكان بريد قوي. وريني. ما كنتش بعرف احرك ايدي. انا معظم اللي باخدها هنا، بس في العمليه لا باخدها في الايدين، في الحتتين يعني هنا وهنا. انت عارف المشكله ايه؟ لما باخدها عشان اقوم حاجه كده بتوجع. الاير فراير بتعلق كتير قوي. حتى بالراحه بقى يعني تتشكل كانت حبيبي قرب بص وبص زعلان ايه زعل. تتحط بص على طول كده وكده لا. يعني بكره خلاص اخر قرار كبسه. جدا انا بعشقها من زمان. يا روح قلب دعاء انت يا نن عين قلب دعاء بص الكبسه دقتها في حياتي كلها. كده فيها بكره رز بسمتي، فيها ليمون اسود، فيها قرفه. لا ليمون اسود لا مش عايزين نشوف الحاجات اللي موجوده عندنا. عندنا قرفه وعايزين قرنفل. عندنا رز بسمتي اهو وعندنا قرفه. هات قرنفل كده ليه. عندنا ليمون اسود ولا لا؟ بصوا عندي قرفه كتير قوي.
حبيبي ارنولد. يعني طعمه بيبقى حلو في الكابسول مش في الدور. بص بص تقريبا بص، ما فيش ما عندناش نشتري. افتكرت بتحرقوا ليمونه. في عندك بهارات كبسة؟ دي عنده غضب. بص 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 بص، شفتها اصلا؟ زعلان ازعل. كده هنحتاج بهارات كبسة وليمون اسود وليمون اسود وقرنفل، ولا عملنا قرنفل؟ محمد عارف وعايزين بطاطس عشان بحب احط فيها بطاطسايه. بيكون طعمها حلو. بطاطسايه، لما بتحط فيها البطاطس حلو. طماطم محمد عارف تعمل الحركه دي؟ وفلفل. بص وبعدين مساحة ايه؟ بس دي على فكرة مش شغالة برضه عشان مفيش. يعني حتى وانا تعبانه قمر 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 في جميع احوالي، every وير انا قمر. يعني بصوا ده منظر واحده والنبي النهارده اخده حقنه ومكتوب لها علاج قد كده. نيفر نيفر نيفر، بيوتيفول everywhere everywhere. يعني بصوا جمال ودلال واديله ادي. طب نتكلم كلمتين بجد. وانا واقفه في المطبخ كده بعمل الاكل للعيال، يعني الحمد لله بجد الواحد يومه الطبيعي بيبقى نعمه وهو مش حاسس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يعني الواحد لما بيبقى بصحته و يعني المفروض ان احنا نحمد ربنا. ما بعرفش اعبر عن الكلام، بس ان شاء الله تبقى المعلومه واصله لكم. يعني اللي هو ايه، اللي هو بمعنى الاصح ان الواحد لما يعني ما بيحسش بيني انا عايزه اقول ايه. حسيت بده جدا النهارده، فالحمد لله الحمد لله على النعمه وعلى الصحه وعلى كل حاجه. وان احنا يعني ثانيه. وبعدين في الاير فراير دي اللي مش عايزه تجيبها البر معايا. وبعدين ده انا عماله ادوس عليها مش عايزه تشتغل اصلا. وبعدين من كان عن حبي انا في الاشواق والفرح والهنا. طب ايه؟ وبعدين عندي غسيل عايزه انشره انجزي. ساعة اللي حصل اخر مره وانا بقيت اخاف اسيبها لوحدها.